احنا النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السردين المملح. هنملحه، هقولك على طريقة تمليحه وعلى كل التكات اللي انت هتعمليها، وتقدري بقى تملحي اي سردين، وحتى الفسيخ بيتملح بنفس الطريقة. بتجيبي السمك البوري وبتعمليه بنفس الطريقة. هقولك على كل الخطوات واحدة بواحدة. بس ما تنسيش تعملي لايك في البداية كده، وما تنسيش تشتركي في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي السردين، اي حجم مش مشكلة، هتعمليه بنفس الطريقة. اول حاجة هتغسليه كويس جدا، تشطفيه بالمية وتسيبيه يتصفى، ولازم ينشف من المية تماما. فهتعملي ايه؟ في طريقتين، ممكن تحطيه في الشمس في مصفى كده، وتحطي حاجة تحت المصفى وتحطيه في الشمس وتغطي عليه بشاشة عشان الدبان. يا اما تسخني الفرن وتقفليه، والفرن هو سخن تفرديه كده على حاجة، على صينية، وتحطيه في الفرن بحيث ينشف المية تماما. وبعد كده ممكن تنشفيه بمناديل مطبخ. المهم ما يبقاش فيه مية خالص، عشان لو ملحتيه وهو فيه مية بيدوب. هنعمل ايه بقى؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب هنا السردين، انا برضو غسلاه ونشفته تماما من الميه. هنا بقى عندي ايه اللي هملح بيه؟ عندي ملح وشطه وكركم. لو عايزه تستغني عن الكركم استغني، بس هو بيعمل لون حلو، يعني بيديله لون حلو زي لون الرنجة كده. والفسيخ اللي بتجيبيه جاهز برضو بيبقى لونه مصفر شويه بسبب ايه؟ الكركم. هتقلبيهم على بعض. هنا خلاص قلبناهم على بعض. هنجيبه بقى هنا علبة مطبخ فاضية، وهنحطه فيها كيسة تكون ناشفة تماما. هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط هنا في الاول برضو تحت كده، وبعد كده هنرصه السردين. ونرش كل مرة هنرش عليه. هو السردين ده، السردين لحمه احمر بيبقى جميل جدا، احلى نوع وبيتملح بسرعة. انا هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة وارجع لك تاني. هنا خلاص يا حبايبي، بعد ما رصيت السردين اللي عندي كله وحطيت له الملح والشطة والكركم، هحط بقى شوية ملح كده فوق، وهحط شوية زيت، وهبدأ بقى ايه؟ اقفله. اهم حاجة اطلع منه الهواء خالص، ما يبقاش فيه هواء. وطبعا علبة المطبخ اللي هتجيبيها او اي علبة تكون عندك لازم تكون محكمة الغلق. يعني انا هعمله كده، اطلع منه الهواء خالص. تقدري تعمليه بملح خشن بس، يعني ممكن ما تحطيش شطة ولا كركم، تقدري تعمليه بملح خشن بس. انا هفتح عليه بعد اسبوع واكل منه ان شاء الله. كده اهي ما فيهاش اي هوا. هعمل ايه بعد كده؟ هحط عليه غطا العلبة. بصي لازم تكون محكمة الغلق، يعني مقفولة، مفيش اي حاجة منها تقدر تتفتح ولا يدخل لها هوا. بعد كده هعمل ايه؟ هحطها في مكان جيد التهوية. يعني انا عن نفسي هحطها فوق التلاجة. طبعا هي عمرها ما هتطلع اي ريحة لان هي مقفولة كويس جدا، وهسيبها اسبوع واطلع منها بعد كده. تقدري تستعملي زي ما قلتلك ملح خشن، ما تستعمليش الملح الناعم ده، عادي مش مشكلة. بس لو الملح الناعم هتزودي منه شوية، لو الملح الخشن بيبقى احسن. لكن انا ما عنديش ملح خشن، انا استعملت ملح عادي.
فهيبقى حلو ان شاء الله. بس لو انت تقدري تجيبي الملح الخشن هاتيه. وممكن ما تحطيش الشطه زي ما قلت لك ولا الكركم. الكركم بس بيديله لون حلو. انا بعد كده انا كده قلت لك كل التكات، يعني تطلعي الهواء من الكيسه كويس جدا. السردين لازم ما يكونش فيه اي ميه، الكيسه اللي هتحطي فيها ما يكونش فيها اي ميه علشان ما يدوتش منك. بس كده. ما تنسيش بقى تعملي اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في وقته. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.